أهم 4 حاجات لازم تعرفها قبل أي اكتتاب لأي سهم، سواء كان في البورصة المصرية أو في أي بورصة عامة. لازم تعرف إن بين كل اكتتابين كويسين في عشرات الاكتتابات الفاشلة واللي ممكن جدا تسوحك. يعني مثلا سهم سناب شات كان بحوالي $17 أول ما تم طرح السهم ده في الاكتتاب العام في البورصة، واللي كان مارس عام 2017. بعدها بحوالي سنة ونص نزل السهم لسعر $5، مع العلم ان السنة ونص دي كانت فترة هبوط بس. يعني اللي اشترى السهم ده ب $17 وقت الطرح خسر اكتر من 70% من محفظته الاستثمارية. يعني لو كانت محفظته عبارة عن $1,000,000 وشاري بيهم كلهم في سهم سناب شات، كان خسر حوالي 700 ألف دولار في أقل من سنة ونص. وعشان كده في 4 حاجات مهمة جدا لازم تعرفها كويس قبل ما تدخل على أي اكتتاب. أول حاجة وأهم حاجة هي المعلومات والأخبار اللي موجودة في السوق عن السهم ده، سواء بقى كانت من قنوات إخبارية أو صحف أو جرايد أو من شركات السمسرة نفسها، وخصوصا البيانات المالية المتاحة عن السهم ده. لأن قبل الاكتتاب السهم ما بيفصحش عن قوائمه المالية وبياناته المالية كلها، زي التقارير المالية السنوية والربع سنوية وغيره. وعشان كده لازم تعمل مجهود في البحث عن أي معلومات مالية تخص السهم ده قبل الاكتتاب، وخصوصا كمان لو الشركة لسه ناشئة وما عندهاش قوائم مالية لسنوات كتير قبل كده فاتت يعني. وكتير هنا معناها أكتر من 4 ل5 سنين. طيب أنا دورت دلوقتي على المعلومات دي في كذا مكان وفي كذا مصدر ومش لاقيها، أعمل إيه؟ ما ادخلش السهم؟ الافضل ان انت ما تدخلش الاكتتاب من اساسه، لان لا قدر الله ممكن يحصل معاك زي ما حصل في سناب شات او يمكن اكتر. تاني حاجة لازم تاخد بالك منها هي الطلب الأوفر أو المتزايد على السهم. في فترة الاكتتاب شركات سمسرة كتير بتعلن وبتماركت وبتسوق للسهم ده بكل الطرق، وده بيخلق نوع من البروباجندا أو الترند اللي ممكن جدا أو غالبا بنسبة كبيرة بيبقى بلح. يعني السهم ما يستاهلش كل الطلبات دي، وبالتالي سعر السهم بيعلى بعد انتهاء الاكتتاب لأرقام كبيرة لمدة شهرين أو أكتر أو أقل، وبعدها يبدأ رحلة هبوط بس. وده اللي ممكن يخلي مستثمرين أو مضاربين كتير يتزنقوا في سعر السهم المرتفع ويبيع بخسارة كبيرة، خصوصا لو السهم كان عامل حيلة التوقيت، وهي خدعة بسيطة لا تلاحظ من المستثمر العادي. وفي الخدعة دي الشركة صاحبة السهم بتحاول انها تختار توقيت مميز تطرح فيه أسهمها، واللي بتكون قبل التوقيت ده بحوالي سنتين مظبطة أخبارها وأحوالها المالية ومحققة أرباح. وهنا الربح ممكن يكون مخادع، لأنه ممكن يكون عن طريق بيع أصول مثلا أو تقليل في تكلفة في السنتين دول بس، وبعدها طبعا بتلبس انت يا معلم. تالت حاجة هي إدارة شركة السهم المكتتب ده. في العادي لما بتروح تشتري سهم بتعرف مين مجلس إدارته وبتقيمهم على شغلهم وسابقة أعمالهم وغيره. لكن المشكلة إن في حالة الاكتتاب بيكون مجلس إدارة الشركة لسه مش معروف، ومش هتقدر تقيمهم كويس عشان تثق فيهم بعد كده إذا كانوا قادرين إن هم يديروا الشركة في المستقبل ولا لأ. وعشان كده لازم تعرف مين هم مجلس الإدارة وكانوا شغالين فين قبل كده وحققوا ايه، عشان تضمن انه مجلس إدارة كويس والاستثمار في السهم ده هيكون كويس في المستقبل ولا لا. ورابع حاجة واخر حاجة هي ليه الشركة اصلا عايزة تكون في البورصة او عايزة تخش وتندرج في البورصة. زي ما عرفنا في الحلقة اللي فاتت ان الشركات بشكل اساسي بتدرج نفسها في البورصة عشان التمويل، ولكن في بعض الشركات بتحتاج التمويل ده وهي على وشك الإفلاس، فبتحاول تنقذ نفسها من الإفلاس ده بإنها تدخل البورصة وتلم تمويلات من المستثمرين من عامة الشعب، وهي دي المشكلة. وعشان كده لازم تسأل نفسك هل النوع ده من الأسهم لما يدخل البورصة هيسدد ديونه ويبدأ بقى تاني على نضيف، ولا هيستحوذ مثلا على شركة تانية عشان ينمو ويلحق برضو نفسه من الإفلاس في نفس التوقيت.
وفي حالة انك مش لاقي اجابة على اي سؤال من الاسئلة اللي فاتت دي، فالاحسن انك بلاش تدخل الاكتتاب من اساسه، وتشوف شركة تانية في نفس القطاع او المجال وتحللها زي ما احنا موضحين في الكورس. وساعتها هتلاقي كل المعلومات واضحة قدامك ومفهومة، وتقدر ساعتها كمان تشتري السهم وانت مطمن. اكتبولي طبعا حابين نتكلم عن ايه المرة الجاية. ما تنساش طبعا لايك، سبسكرايب، شير، والجو بقى ده. سلام.